أنا سوري. كلمة سوري برا كتير بتفرق عن السوري اللي أنا بعرفها، عن اللي تعلمناها بالمدرسة، اللي كلها مجد وقومية. فبلشت أفهم شو يعني أنا سوري برا. يا ترى شو بيصير لما بتتسكر كل أبواب الدنيا بوشك؟ لما بتكون طفل وعم تستنى المعجزة لحتى الباب اللي مسكر ينفتح. اسمع هاي الحكاية لأنه بطلنا اليوم كان ولد اسمه عبد الرحمن ولقبه الشامي. طلع من الحرب ووصل لتركيا، بس بدل ما يلاقي وطن لقى عنصرية ووجع وقلة حيلة. بس الشامي ما استسلم وبدأ هالوجع كله يحوله لصوت ما بيشبه حدا. تابع مع الفيديو للنهاية لأنه بآخر هذا الفيديو رح أحكي لك قديش وصلت ثروة الشامي يلي بلش من ولا شيء. معكم محمود ويلا نبلش. الكل كان بيعرف إنه سوري وكانوا ينادوله الشامي، بس أحيانا الاسم كان يجي بطريقة بتوجع، بطريقة عنصرية. وأي حدا من مدينة دمشق يلي هي مدينتي الحبيبة بيأكد على هذا الشيء، إنه الناس وإذا كنت مع مجموعة شباب وأنت الوحيد يلي بتكون من الشام من دمشق فبيكون لقبك هيك بالشلة الشامي. يعني العالم ما تتناديك باسمك، بتناديك الشامي. وهون هو حول هذا الاسم للقبه واعتز فيه مثل ما كنا بنعتز فيه، وهذا اللي كان هويته وكان الدافع تبعه. بس الضربة القاضية اللي غيرته ما كانت الحرب أبدا، كانت شي شخصي، وهي لما مات أخوه الصغير عمر بحادث وهن ببلاد اللجوء. تخيل يموت الواحد بعيد عن بلده وتندفن بتربة ما بتملكها بمقبرة لاجئين، وهذا الجرح ما بينتسى، هذا وجع بياخد منك قطعة. ومن هالمكان المكسور بلش الشامي رحلته، لا استوديو لا معدات، بس موبايله وغرفته. وضل سنين طويلة عم يسجل أغاني وما حدا يسمعها غيره. كان عم يحكي عن وحدته وضغط حياته، وكمان عم يحكي عن كل شاب سوري مثله. وبعد كل هالتعب ضربت اغنيته يا ليل ويا عين، لأنه الناس مو بس سمعت لحن، سمعت شي طالع من القلب. ولما تكون الكلمة طالعة من ضغط حقيقي بتوصل بدون فيزا أو جواز سفر. الشامي ما نجح بالواسطة، نجح لأنه قدم قصة وقضية ورسالة، وكمان كان ذكي فنيا، وهذا الشي خلاه يفوز بأكثر من 5 جوائز بالسنة واحدة، أهم الجوي أوارد. فتخيلوا معي من طفل كان يجلس صحون ليوقف على أهم مسرح بالشرق الأوسط. بس الأهم من كل هي الجوائز إنه الشامي ما تغير، ولما الشهرة اجته اختار يضل وفي، ولساته بيحكي عن الغربة، ولسه قلبه ما ناسي البدايات. هو ما نسي إنه اسمه هوية، هوية من أرض الشام. وقصة الشامي هي رسالة إلك وإلي، وما لازم يكون عندك واصلة تكون صادق. كون أنت، احكي قصتك الحقيقية واستمر حتى لو شلت. دائما الإيمان بالرسالة بيوصل. وأكيد الكل عم يتساءل بعد هذا النجاح قديش بيملك الشامي اليوم. شوف يا صديقي، تحديد الرقم الدقيق لثروة فنان صاعد مثل الشامي شي صعب، لأنه الأرقام الرسمية ما بتعلن. بس بما أنه عم نحكي عن فنان حقق ملايين المشاهدات القياسية، فهذا الشي بيترجم فورا إلى أموال ضخمة. ووفقا للتحليلات المالية غير رسمية بيقدر صافي ثروة الشامي حاليا بما يتراوح بين 1 ل3 مليون دولار، وأغلبية دخله بيكون من اليوتيوب وسبوتيفاي وهذا الأضخم. وطبعا بعد ما فاز بجوي أوارد ونجاحه الساحق ضاعفت الأجور يلي بيتقاضاها مقابل الحفلات تبعه. وإذا وصلت معي لنهاية الفيديو فابعت هذا الفيديو لشخص عم يحاول وما عم يستسلم، واكتب لي بالتعليقات جملة بتوصف الشامي فيها. وبشوفك بالفيديو الجاي. كان معكم محمود، وسلام.